الله الرحمن الرحيم. تنفيذا لتعليمات السيد المدير العام للأمن الوطني وتطبيقا لتوجيهاته، نجتمع في هذا اليوم السعيد من أجل ترتيبات أمنية محكمة لحماية المواطنين من كل الاحتمالات المحدقة بأمنهم وسلامتهم وصحتهم. مدينة الحسيمة ومعها إقليم الحسيمة ككل مدينة لها مكانة خاصة لدى جلالة الملك محمد السادس نصره الله. هذه المكانة تجعلها مدينة من أهم المدن المغربية، وهي حاضرة الريف. تستقبل هذه الليلة ونستقبلها معها كذلك لتأمين العبور إلى سنة 2023 بسلام. من خلالها نبين للمواطنين بالمنطقة إمكانيات المادية والبشرية التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني خدمة لرعاية جلالة الملك في هذه الربوع العزيزة. ولهذا نتمنى أن تمر هذه الليلة بسلام حتى نضمن أمن وسلامة وصحة المواطنين بالشكل الذي يليق وتوجيهات السيد المدير العام للأمن الوطني. نحن الآن سنخرج للشارع العام من أجل تقديم خدمة أمنية متميزة للمواطنين لخدمتهم، ليس للتضييق عليهم أو الحد من تحركاتهم، ولكن من أجل تأمينهم وتأمين سلامتهم في مختلف الأحياء، سواء الأحياء الهامشية أو وسط المدينة أو في جميع الأماكن التابعة لإقليم الحسيمة. إذن على بركة الله نخرج وكلنا أمل بأن نقدم صورة حديثة التي يرتديها السيد المدير العام للأمن الوطني، الصورة اللي من خلالها نقدموا خدمة أمنية، منتوج أمني في المستوى اللائق يليق والتطلعات التي ترتديها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان واحترام المبادئ العامة التي تربينا عليها والتي نريد أن نبلورها يعني على الواقع. ينبغي أن يرى فينا الناس الخدمة الأمنية التي يرتديها السيد المدير العام للأمن الوطني. على بركة الله نخرج وكلنا أمل أن تكون هذه الليلة فاتحة خير ويمن وبركة على مواطني المدينة وعلينا ككل وعلى أسرنا وعلى أولادنا، حتى نكون عند حسن ظن السيد المدير العام للأمن الوطني، وحتى نكون خداما أوفياء لرعاية جلالة الملك في هذه المدينة. إذا الكل ملزم عدم التجاوز، بالتعامل بلطف، خدمة المواطنين على جميع المستويات طبقا للمبادئ التي تربينا عليها في هذه المدينة وفي باقي المدن المملكة. إذن على بركة الله تبداو العملية ديال التوزيع، اختار الخطة اللي هي يتم الاتفاق عليها.